بالنسبة لأخي عبد الله في سؤاله الثاني، وهو سؤال لطلاب العلم أو من يريد أن يحفظ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ويريد أن يضبطهما، ما التوجيه له؟ بالنسبة للسلام نقول إن بالنسبة للقرآن، أي بالنسبة للقرآن ومحفوظ السنة، نقول يبدأ القرآن بالإنسان بالقرآن، وذلك لأن الله عز وجل أمر به ابتداء في قوله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والمراد بذلك هو حفظه في الصدور. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري قال: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، فذكر لفظ الحفظ إشارة إلى الإتقان الذي يجده الإنسان في صدره لا يقرأه الإنسان بين الصدور، فهذا نوع من الحث. كذلك أيضا ما جاء في حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد في كتاب المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان القرآن لو أن القرآن وضع في إهاب ثم ألقي في النار ما مسته النار، مراد بذلك هو الحفظ الذي يكون في الصدر. ونقول إن هذه المعاني دالة على فضل حفظ القرآن، فينبغي الإنسان أن يبادر بحفظه، ولهذا كان العلماء لا يقدمون عليه غيره. ويستثنى من ذلك إذا تقدم بالعمر الإنسان وتأخر فيريد أن يجمع بين القرآن وبين ما فاته مثلا من فقه دينه من الأحكام ما يتعلق بالسنة، فنقول لا حرج عليه أن يجمع هذا وهذا، لكن لا يعدم من القرآن ولو تأخر عمره. فنقول يحفظ ما استطاع، وما الواجب عليه ما تقوم به صلاته، وما تقوم به صلاته هي الفاتحة وسورة، وما عدا ذلك فإن السنة له في ذلك أن يتنوع قدر وسعه وإمكانه أن يحفظ ويستكثر من القرآن، ثم إذا استطاع أن يتم فهذا من الأمور الحسنة بالنسبة للإنسان. وأما بالنسبة لطلاب العلم فإنه من المتأكدات أن يتم الإنسان حفظه للقرآن ثم يتوجه إلى حفظ السنة.